وصفة اليوم ما بيختلف ع حبها اتنين وكتير مرغوبة بسفرة رمضان. بدنا نحضر مع بعض رولات المسخن ع أصولها. وصفة كتير طيبة سهلة وسريعة ومناسبة للعزايم وجنب كتير أكلات بسفرة رمضان، ورح أقدم معها صوص كتير طيب. بس قبل ما نبدأ بالوصفة ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يوصلكم إشعار بوصفاتي أول بأول. لتحضير وصفة اليوم رح أبلش بسلق الدجاج. في طنجرة رح أضيف 3 معالق كبيرة زيت زيتون. بس يسخن الزيت بنزل عليه قطع صدر الدجاج. بقلب صدر الدجاج لعند ما يتغير لونه. هلأ رح أضيف حبهان وربع معلقة صغيرة من القرفة، ورح أضيف بهارات صحيحة وفلفل أسود وقرنفل، لومي وورق غار، ورح أضيف معلقة صغيرة مليانة حبهان مطحون. بقلب البهارات مع صدر الدجاج حتى يتشرب نكهة البهارات. هلأ رح أضيف حبتين بصل وسط وبقلب البصل مع البهارات وصدر الدجاج. بعد ما ضفت البهارات والبصل رح أغمر صدر الدجاج بالمي. طبعا بالنسبة لخطوة سلق الدجاج بهاي الطريقة رح تفرق معكم كتير بالطعم. بيطلع صدر الدجاج أطيب ومتشرب نكهة البهارات يلي ضفناها، وكمان بيطلع طعم المرقة كتير طيب وبتقدروا تحضروا من المرقة أطيب رز أو شوربة. رح أضيف ملح حسب الرغبة ومكعبين من مرقة الدجاج. بغطي الطنجرة وبتركها على نار وسط لعند ما يستوي صدر الدجاج. بالوقت يلي بنسلق فيه صدر الدجاج رح أحضر معكم صوص كتير لذيذ رح نقدمه جنب المسخن. لتحضير الصوص بنحتاج علبتين لبن زبادي حجم صغير، معلقتين كبار طحينة بيضة، عصير ليمونة، معلقة كبيرة من دبس الرمان لو متوفر، ومعلقة صغيرة ملح. هلأ بحرك مكونات الصوص بالمضرب الشبك حتى تمتزج ويصير قوامه ناعم. بسكب الصوص بطبق التقديم ومثل ما انتو شايفين قوام الصوص كتير حلو وكمان طعمه فخم ومميز، وبزينه بالسماق. بالنسبة لهذا الصوص بتقدروا تقدموه جنب كتير مقبلات برمضان. هيك صدر الدجاج صار جاهز. بعد ما استوى تماما برفعه من المرقة وبتركه يبرد حتى أقدر أنسخه. بعد ما برد صدر الدجاج رح أبلش أنسخه مثل ما موضحة لكم بالفيديو حتى أخلص كل الكمية. طبعا المسخن رول ضروري ننسخ الصدر بهاي الطريقة حتى يكون المسخن على أصوله، وضروري كمان يكون صدر الدجاج طري. بعد ما جهزت صدر الدجاج هلأ بمقلاية على نار وسط رح أضيف نص كوب زيت زيتون بلدي، وأنزل عليه 5 بصلات كبار مقطعين مكعبات وسط. بقلب البصل لعند ما يصير شفاف. بعد ما دبل البصل وصار شفاف رح أضيف عليه 5 معالق كبيرة سماق بلدي. بفضل طبعا السماق البلدي لأنه بفرق بالطعم ولأنه كمان مكون أساسي بهاي الوصفة. إضافة السماق على البصل بتعطي طعم ونتيجة أفضل من إضافته على الدجاج. بعد ما قلبت البصل بالسماق منيح هلأ رح أضيف صدر الدجاج وبقلب حتى يتشرب نكهة السماق والبصل. هلأ رح أضيف معلقتين كبار دبس رمان بيعطي حداقة كتير لذيذة وطعم مميز للمسخن رول. ممكن طبعا تستبدلوه بعصير الليمون. وراح أضيف معلقة صغيرة ملح ومعلقة كبيرة فلفل أسود وبقلب صدر الدجاج مع البهارات.
هلأ رح أضيف حوالي معلقتين كبار من مرقة سلق الدجاج. طبعا خطوة اختيارية، بس بالنسبة إلي كتير بتفرق. بيطلع صدر الدجاج طري وجوسي ومتشرب من نكهة بهارات المرقة، وطعمه بيكون أطيب. بغطي المسخن وبتركه على نار أقل من الوسط لعند ما يتسبك، وبرفعه عن النار. لوصفة المسخن رح نحتاج لخبز الصاج أو خبز الشراك. طبعا معروف لرولات المسخن إنه بنحتاج خبز صاج لأنه بيكون كتير رقيق، وضروري نغطيه لأنه بنشف بسرعة. هلأ رح أبلش أقطع خبز الصاج لنصين، أحط النصين فوق بعض مثل ما موضحة إلكم، وبعدها بقص النصين من الوسط، وبعدها بقسمه لمثلثات. خبز الصاج صار جاهز عنا بعد ما قطعته. هلأ رح أدهن صينية الخبز أو البايركس بزيت الزيتون وأتركها على جنب. هلأ رح أشكل الرولات. طريقة تشكيل الرولات كتير بسيطة وسهلة. بوزع الحشو على طرف الخبز مثل ما موضحة إلكم، وبعدها بسكر الأطراف وبلف رول مثل ما موضحة إلكم. ملاحظة كتير مهمة، ضروري طرف الخبز يكون لتحت حتى ما تفتح معكم وقت الخبز. بكمل كل كمية المسخن بنفس الطريقة. برتب رولات المسخن بالبايركس وبدهنها بزيت الزيتون، وممكن كمان تدهنوها بزيت الزيتون يلي حضرنا فيه المسخن، بيكون طعمه كتير طيب لأنه ماخد نكهة البهارات. هلأ برش وجه رولات المسخن سماء، وهيك بيكون صار المسخن جاهز للخبز. بالنسبة للخبز بدخل رولات المسخن فرن محمى مسبقا. أول ما ياخد لون من تحت بحمر الوجه. وصفة اليوم صارت جاهزة للتقديم. حضرنا مع بعض أفخم وأطيب مسخن رول. بصراحة وصفة لا تقاوم، لازم تجربوه مع الصوص، كتير طيب ولذيذ، ومن الأكلات المميزة بشهر رمضان المبارك. وبنهاية الفيديو بتمنى تكون وصفتي لليوم نالت إعجابكم، وأي استفسار اكتبوا لي تحت بالكومنتات، وانتظروني بوصفات جديدة بإذن الله. دمتم بخير.